إيه الأذكى تشتري جديد والّا تطلي قطعة بالهارد كروم؟ في ناس فاكرة إن تكلفة الهارد كروم ممكن تقرّب من سعر شرا القطعة الجديدة، بس هل ده حقيقي؟ بعد ما الماكينة عندي عطلت بسبب السلندر وكنت محتاج أصلّحه بأسرع وقت عشان أكمّل الإنتاج، سألت واحد أعرفه قال لي طلاء الهارد كروم مكلف جدًا وقريب من تكلفة التصنيع الجديد وكمان بياخد وقت شكيت في الكلام ده وبحثت ولقيت إن طلاء الهارد كروم أرخص بكتير جدًا من سعر الشرا أو التصنيع، وكمان بيرجّع القطعة زي الجديدة بالضبط، وممكن كمان أحسن عن طريق إن ممكن نتحكم في سمك الطلاء اللي على القطعة. طب إزاي الكلام ده؟ بطلاقك في أماكن متعددة بتدّي ضمان زي هارد كروم تكنولوجي، فالقطعة مش بس بترجع جديدة بتكلفة ممكن توصل لنُص الجديد أو أقل، لأ أنت حرفيًا بتنسى القطعة، لأننا زي ما قُلنا ممكن ترجع أفضل من الجديد بالتحكم في السمك بس الأهم الطلاء لازم يكون في مكان موثوق زي هارد كروم تكنولوجي، لأن الطلاق في أماكن غير معتمدة ممكن يجبرك تعيد الطلاق مرة تانية ووقتها التكلفة فعلا ممكن تزيد والوقت أكيد برضه هيزيد. مع هارد كروم تكنولوجي مش بس بتاخد نفس الجودة بتكلفة أقل، لا وكمان بتاخد ضمان شامل يديك راحة البال، وساعات الضمان ده مش بتلاقيه حتى مع القطع الجديدة. عرفت دلوقتي إزاي الطلاق بالهارد كروم هو الحل الذكي والمضمون؟ متحمسين نسمع آرائكم، شاركونا في الكومنتات لو جربتوا تطلوا قبل كده بالهارد كروم وقولوا لنا أنتوا شايفين إيه الأفضل، أوفر وقت ومصاريف وأطلب بالهارد كروم ولا أشتري دماغي وأشتري جديد على طول.